السلام عليكم. كشفت مصادر نقابية أن قراراً صدر عن وزارة التربية الوطنية أعفى مديرة مدرسة ابتدائية بالدار البيضاء قامت بصفع أستاذ يشتغل بالمدرسة الابتدائية الإمام مالك بمقاطعة مولاي رشيد. التنسيق الإقليمي لقطاع التعليم بمولاي رشيد بالدار البيضاء كان قد عبر عن استنكاره للاعتداء الشنيع الذي راح ضحيته الأستاذ عين باء، والذي يشتغل بالمدرسة الابتدائية الإمام مالك من طرف مديرة المؤسسة يوم الاثنين 25 دجنبر 2023. وقالت التنسيقية إن الأستاذ تفاجأ بمديرة المؤسسة وهي تطلب منه الإجابة عن استفسار متعلق بتغيبه عن العمل يوم السبت 23 دجنبر 2023، علما أنه لا يشتغل خلال هذا اليوم حسب جدول الحصص المسند إليه الذي تسلمه الأستاذ، وطلب منها تسليمه نسخة تتضمن رقم الإرسال لتظلم سابق كان قد وضعه لديها لإرساله للمديرية الإقليمية، والتي ماطلت بشأنه بشكل متكرر. إلى هنا ينتهي خبر اليوم. شكرا للمشاهدة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.